السلام عليكم. وعليك السلام والرحمة. كيف حالك يا شيخ؟ أبشرك بخير وعافية. حقيقة بخصوص موضوع الحلقة صراحة هذا الفعل شوه الإسلام. نعم، وراح ندفع ثمن هذا بدون شك، راح ندفع الثمن نحن كمسلمين، خصوصا لنا أخوة مسلمين في الغرب. وأتمنى دفعنا للثمن هذا ما يكون الوقت طويل يعني صراحة. وعندي نقطة أخرى يا شيخ. آمر. ما يمنع عليك ظالم. بخصوص ان الان صارت هجمه تشوه صوره الاسلام، وان الان ننبذ هذا الشيء، لكن الغرب له هجمات كثيره علينا نحن كمسلمين وعرب. نعم. ما تحدثنا عنها، مثلا بلدك الامارات يوجد فيها خمر وعهر ما تحدثت عنه، واحنا صامتين عن هذا الشيء. ليش يا شيخ؟ اسمعني. وش الاسباب؟ خلوا على الخط، خلوا على الخط. أنت تقول ليش ما ندافع عن انفسنا وكرامتنا؟ اسمعني، أنت إما أن تتكلم بجهالة أو أنك لم تتابع وسيم يوسف. إذا أنت تقول وسيم يوسف ما تكلمنا عن الخمر، هل أنت تقسم على الهواء أني لم أتكلم عن الخمر؟ اسمعني. هذا هجوم. اسمعني، أنت لا تدخلني في زاوية وتترك زاوية. اقسم على الهواء أن وسيم يوسف لم يتكلم عن الخمر، اقسم على الهواء. كيف؟ هل تقسم على الهواء أن وسيم يوسف ما تكلم عن الخمر؟ لا ما تابعتك أنا. لا اسمعني. أنت تقول طال عمرك. اسمعني، أنت يا وسيم ما تكلمت عن الخمور وكذا. هل تقسم على الهواء أني ما تكلمت عن الخمور؟ لا يا شيخ. لا يا شيخ، بس الهجوم اللي احنا هذا يخرب. لا تنتقل معي على نقطة أخرى. لا تنتقل مع نقطة أخرى. أنت أنا جاي من بلدان. اسمعني يا أخي، لا تنتقل عن نقطة. الله يخليك أرجوك يعني. لا تنتقل معي. أنت تكلمت بداية ودخلت مندفعا، وأنت لم تتابع ولم تتابع وسيم يوسف ولم تتكلم. أنا لا أدافع عن شخصي، أنا لأريك أمر أنك فقط تسمع وتنقل. أنت تسمع والله وسيم يوسف ما تكلم عن الخمور وتنقل فقط. فإذا أنت اسمعني، مشوهة 100% للإسلام يا أخي. اسمعني، ما يحتاج نقاش يا شيخ. أعلم أنا تكلمت بالمقدمة أنها تشوه الإسلام قبل أن تتكلم. لكن أنا أريد أن أنقل لك صورة. يا أخي الحبيب، يا أخي الفاضل، يا أخي المسلم، إياك أن تسمع وتكن فقط ناقلا دون بينة. نصيحة أخ. طيب الخمور موجودة. هل تقسم الدول العربية أحسن في موضوع اسمع لا أنت تقسم الآن ما يوجد عندك خمور؟ تقسم بلدنا لا يوجد. اقسم على الهواء. اقسم على الهواء. اقسم بالله لا يوجد لدينا خمور مصرح بها. لماذا قلت مصرح بها؟ أنا ما قلت مصرح بها. اقسم ما يوجد خمور ودع كلمة مصرح. دع كلمة مصرح. تفضل اقسم. البلدان الأخرى مصرح بها. إذا أنت يا أخي الحبيب، أنا أشرب خمر، هذا خمر على الهواء الآن، أنا أشرب على الهواء، هل تخرجني من الملة؟ نعم. تخرجني من كافر؟ من شرب الخمر لا تقبل صلاة 40 يوم، يعني من ترك فرضا يعتبر كافر. يعني أنا إذا شربت خمر الآن، إذا شربت خمر أنا أصبح كافر؟ نعم، 40 يوم ما تقبل صلاتك، والرسول عليه الصلاة والسلام اسمع، لا تبين. من ترك صلاة واحدة فهو قد كفر. لا تبين دقيقة. أنا أسأل سؤال. نعم كافر أو غير كافر؟ لو أنا شربت خمر كافر؟ نعم تكفر. أنا غير مستحيل أقول أنا مذنب وأشرب خمر. كافر؟ تكفر. نعم، لأن صلاتك كافر بالله، يعني خالد مخلد في النار. لا، أنت عندك باب التوبة إذا الله مد في عمرك. ما تبت. أنا أصلي وأشرب خمر ومذنب. كافر؟ يا شيخ. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن يدافع الأخبثين. هل يعني إذا رجل صلى لا يدافع الأخبثين صار كافر على مبدئك؟ اتق الله يا أخي، اتق الله. المشايخ والعلماء يا أخي ما يوجد شيخ عاقل يقول بكلامك. إذا أنا شربت الخمر غير مستحيل. اسمعني، 40 يوم لا تقبل صلاتي. لا تقبل صلاتي حديث زين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى وهو يدافع لا صلاة لمن يدافع الأخبثين. هل يعني يصبح كافر إذا صلى ودافع الأخبثين؟ يا أخي اتق الله يا أخي. هذا الفكر اللي أنت تحمله هذا خطر على الأمة، ليس عليك، على الأمة كاملة. زين، أنا قبل أن أخذ مكالمة أريد يعني هذا الذي اتصل الأخ سالم من السعودية، ما خفتم من هالعقلية؟ قسما بالله نحن الإخوة من المصورين كنا نتناقش بالفاصل. عقلية مخيفة. أشرب خمر يقول لي على الهوى أنت كافر؟ إذا دمي حلال وعرضي حلال ومالي حلال له، وأنا كافر مستباح الدم. وما دليلك يا أخ سالم؟
قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل له صلاة 40 يوم. يا أخي أنت وش لك ما تقبل؟ وش لك؟ طالما هو مسلم وش لك؟ الله هو الذي الله يقول أنا ما أقبل، بس ما قال لك حلل دمه. أنت تضمن قبول صلاتك؟ النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل يشرب خمر لعنه خالد، قال لعنه الله، فقال صلى الله عليه وسلم لا تلعن إنه يحب الله ورسوله، يحب العباد. إذا كان هذا على مستوى خمر يقول على الهواء مباشرة أنت كافر، إذن هذه عقلية داعشية منتشرة لابد من توعية الشباب. يعني لما يصل جرأة بشاب أن يتصل على الهواء ويقول لا كافر، إذن نضع 1000 إشارة استفهام. هذا رجل واحد، وربما هذا الله يجزيه الخير يعني عنده أدب ويناقش ويريد العلم، غيره يتبنى هذا المعتقد. من السبب في هذا؟ من؟ تساءلوا، ابحثوا عن السبب.